السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وخفيفة كده وان شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض مكرونة وايت صوص بالفراخ. تمام، انا جبت هنا حلة كده حطيت فيها شوية زيت، تقدروا تحطوا زبدة وزيت، انا هستخدم النهارده الزيت بس. خلاص كده الزيت سخن معايا، هنا قطع فراخ كده هبدأ انزل بيها وهسيبها لحد ما تغير لون وتاخد ايه سوا معايا. بس طبعا هضيف لها ملح وفلفل اسود، ملح وفلفل اسود اهوت هضيفه وهسيبها لحد ما تاخد معايا سوا كامل يعني. تمام، نقلب بس ونسيبها بقى لحد ما تستوى وتغير لونها خالص ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام كده بعد ما الفراخ غيرت لون خالص، انا معايا هنا معلقه توم كبيره هبدا انزل بيها. هي طبعا الفراخ ما استوتش، انا هحط بس التوم عشان الفراخ تاخد نكهه وياخد ريحه يعني. تمام، وهسيبهم برضو يستووا كده شويه كمان مع بعض. انا عاملها النهارده من غير جبن ومن غير اي حاجه خالص ومش مكلفه وسهله وسريعه كده. تمام. هسيب بقى الفراخ بس تستوى وتشرب الصوص ده شويه ونرجع مع بعض. خلاص تمام كده بعد ما الفراخ خلاص استوت وشربت الميه بتاعتها، ما عادش لسه الا الزيت اللي انا كنت حاطاه. معايا هنا 3 معالق دقيق هنزل بيهم كده وهقلبهم، وبعد كده اقلب بقى مع الفراخ لحد ما ريحه الدقيق تروح، عشان انا مش عايزه يبقى فيه ريحه دقيق مبقاش طعم الدقيق في الوصفه. تمام، هنقلبهم لحد ما الدقيق يستوى. وانا طبعا هنا سلقت المكرونه 3/4 سوا، لازم 3/4 سوا عشان خاطر تكمل معانا الصوص بتاعه وتشربه وتبقى طعمها حلو وما تتخنش مننا، يعني اللي هي ايه ما تشربش الصوص وتبقى ناشفه، لكن لو نص سوا هتشرب منك الصوص وهتبقى ناشفه. تمام، من غير جبن بقى ومن غير اي حاجه ومش مكلفه خالص، وصدر فرخه يعمل لك غدوه محترمه. خلاص كده انا قلبت اهوت في الدقيق لحد ما شميت ريحته كده. اهم حاجه تشمي ريحته مبقاش ني معاكي، عشان لو ني معاكي هيغير طعم الوصفه ويخليها مش حلوه خالص. خلاص تمام كده بعد شميت ريحه الدقيق واستوى معايا هنا حوالي نص كيلو لبن هنزل بيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو وهقلب. خلاص ضفت اللبن، هفضل بقى اقلب فيه لحد ما يبدا يتقل معايا زي قوام البشاميل كده، وبعد كده هضيف عليه المكرونه ونرجع نقدمها مع بعض. خلاص كده انا تمام ظبطت الملح وخلاص الصوص استوى معايا وزي ما انتم شايفينه كده قوامه حلو لا تقيل ولا خفيف وهو بقى كده. دلوقتي هبدا انزل بالمكرونه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا تقريبا نص كيلو مكرونه وهبدا اقلب. بسم الله يا سيدي على الجمال اهو، وهنقوم رافعينه من على النار ونبدا نقدمه وهو سخن عشان ده حلاوته وهو سخن. وان شاء الله تاكلي احلى مكرونه وايت صوص بالفراخ رهيبه. تقدري بقى بعد الوصفه بعد خلاص كده بعد كده المرحله دي تبداي بقى تقومي عامله ايه، حطها في صينيه سيرفيس ومدخلاها في الفرن ورشه على وشها جبنه مخرجاها وتبقى فظيعه. بس كده هنبدا بقى نقدمها مع بعض ونشوف الجمال بتاعها. يا سيدي يا سيدي شايفين يا سيدي، بعشق البشاميل. خلاص يلا نقدمها مع بعض. خلاص كده رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت. شايفين يا وعدي فظيعه. بس كده هو ده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. جربوا المكرونه بالوايت صوص على طريقتها هتعجبكم جدا، سهله وسريعه وما هتاخدش 10 دقايق ان شاء الله. بس كده هو ده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وشير،
واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.